ازاي ابطل افكر بسلبية؟ العقل السلبي مش عدوك، هو محتاج قيادتك. العقل بطبيعته بيميل للسلب عشان يحميك منه او عشان تغيره، مش عشان تركز عليه وتنسى الحلو. لكن لما تبدأ تلاحظه وتوجهه بيهدى ويتعلم يسمعك. خلي عندك زاوية أوسع من مجرد فكر واحد. العقل السلبي بيشوف لحظة واحدة ويفتكرها نهاية الفيلم، لكن الحقيقة إنك في مشهد واحد مش النهاية. لكن لما تبدأ تشوف إن لسه مازال في فرصة إنك تبدأ تغير أو تبدل أو تتعلم حاجة، الموضوع بيختلف. غير لغة الحوار مع نفسك. بدل ما تقول أنا فاشل، قول أنا لسه بتعلم. بدل ما تقول أنا وحش، قول أنا غلطت ودي مش نهاية العالم. التغيير البسيط في الكلمات بيغير تركيزك بالكامل. حياة الإنسان هي انعكاس لطريقة تفكيره، سواء كانت الطريقة دي سلبية أو إيجابية، وأفكاره هي انعكاس لتصوراته اللي تخيلها. في ترابط كبير جدا بين طريقة تفكير الإنسان وتصرفاته تجاه الأمور المختلفة في حياته. فالأفكار السلبية بتسيب أثر ممكن يضيع فرص ذهبية، وهتبعدك كل البعد عن طريق تحقيق أهدافك. كمان بتديك كمية من اليأس قادرة إنها تسيطر عليك بشكل عجيب جدا، وبالتالي هتمنعك من لذة السعادة وراحة البال. حول نقدك لنفسك لمحاولة استكشافها. العقل السلبي بيقول أنا مستاهلش حاجة وحشة تحصل، لكن لو قلت إيه اللي مخليني أحس إني مستاهلش، أنت كده نقلت التفكير من جلد الذات للفهم، وده التحول الحقيقي. الخطوة الأولى في اكتشاف الذات هي إنك تعرف نفسك بعمق. خلي عندك حتة التفكير الذاتي دي على طول، واسأل نفسك أسئلة تساعدك على الفهم، زي إيه هي الحاجة اللي تهمني فعلا، وإيه هي القيم بتاعتي ومبادئي. لما تكتشف اللي بيثير شغفك والحاجة اللي تهمك في الحياة، بيبقى من السهل عليك جدا إنك تختار الطريق المناسب ليك. وما تنساش إن الشغف هو القوة اللي بتدي للحياة طعم وهدف. لما بتكتشف الحاجة اللي بتحبها، ده بيديك تحفيز أكبر. إنك تكتشف نفسك وتلاقي الهدف بتاعك دي حاجة مش سهلة، هتعوز منك وقت وصبر. خلي عندك عقلية إيجابية عن النمو المستمر، وتقبل الأخطاء كجزء من العملية التعليمية. قلل التعرض للحاجات السلبية زي الأخبار أو الناس اللي بتشتكي أو الصفحات اللي بتظهر لك دايما حاجات حزينة وكئيبة. دماغك بتتبرمج من اللي بتشوفه وبتسمعه وبتركز معاه. التركيز على النعم والأشياء الإيجابية. ابدأ عود نفسك في نهاية كل يوم تمسك ورقة وقلم وتكتب كل الحاجات الحلوة اللي حصلت لك في خلال اليوم، وشوف بعد شهر مخك إزاي من نفسه هيركز مع الحاجات الحلوة وينفر السلبي ويبعد عنه.